يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلام وخير. اخوان، مثل ما وعدناكم راح نسوي حلقة العنبة بالرارنج او النارنج. هذا النارنج عندنا مثل حمضيات يشتهر به العراق، هنا موجود. وراح نسوي وياه فردنا بالطرش الاصفر، نخليه ان شاء الله شهر رمضان مبارك، ما بقى شيء بعد شهر واحد يوصلنا، يعني يطول شهر شهر ونص ان شاء الله، ونفتح البرميل. راح نسوي بالبرميل اخوان طرشي اصفر، مو طرشي الاحمر والاخضر والهاي. صحيح راح نضيف عليه قليل من الشوندر، بس ما يسوي بيه لون. ليش؟ لان احنا راح نسوي بالخل الطبيعي، الخل الاصفر اللي عندنا الطبيعي. اتمنى ان تتابعون الحلقه ويانا واشوفكم بعد ما نغسل المواد. اخوان، هاي رجعنا وياكم بعد ما عصرنا النومي حامض النارنج وهذا طلعنا اللب مال. هذا اللب مال اللي راح نحتاجه باللي ويا العنبر راح نسوي. هسه احنا راح نفور العنبر، راح نفورها ويا النومي حامض هذا العصير اللي طلع عندنا، وبعدين نكمل اجراءات العنبر مال النارنج. بالنسبه للطرشي اخوان اللي قلت لكم عليه، الطرشي الاصفر راح نخليه حاولوا ان تسوون يعني الاجزاء كبار، يعني قرنابيط مثلا كبار. الشوندر عندكم الشلغم، خاصه اذا حصلتوا الشلغم هذا الناعم يصير كل زين. هذا الشلغم الناعم. بالنسبه للجزر نفس الحاله، الجزر هم راح اخليه كبار، لان تدرون اخوان راح يظل شهر كامل. وبالنسبه للهانه هم يشوف هذا الورق مالها كبار سويناه، يعني تدرون هذا الطرشي راح يظل شهر كامل، يعني من تقريبا الشهر الرابع. احنا هسه تقريبا شهر نهايه الثاني، راح نطب الثالث، هو بس شهر الثالث، يعني بدايه الرابع، بدايه شهر رمضان المبارك ان شاء الله. الله يعيد علينا بالصحه والعافيه والسلامه. راح نستخدم هذا الطرشي ونحاول يعني ما نخليه ناعم هواي، لان اذا سووه ناعم هواي يعني شرايح رفيعه راح يعني اقل الشهر يستوي عندكم، واحتمال يخرب. اكو ناس هواي جاي يراسلوني على موضوع الطرشي، يقولون ابو عبد الله يخرب عندنا الطرشي، وما يخلوا له ملح خشين. ملح خشين هو اللي يساعد يطول عمر الطرشي طبعا. هسه راح نجمعهم كلهم سوا ونشوفكم المرحله الاخيره ان شاء الله. اخوان، بس معلومه بسيطه تضيفها، نخلي الشغلات القاسيه اللي جوا، مثلا يعني شلون خلينا هذا الشوندر او البنجر بالدول العربيه يسموه، نخلي اول شيء، بعدين وراه راح يجي الجزر، وبعدين وراه يجي القرنابيط واللهانه او الشلغم، لان ذنيك شويه سرعه يستوون. بس هذا عندنا الشوندر والجزر شويه يطول اخوان، واحنا تدرون بينا يعني راح نخليه شهر تقريبا، فلازم نخليهن اول شيء يعني هن جوا يصير مشعب البرميل، او اذا عندكم دبه عندكم اي شيء تقدرون تسوون سووا بالهذا، ونكمل وندير فوق الخل ونرجع لكم سلامه. اخوان، المرحله النهائيه والاخيره خلينا الملح الخشين، وراح نضيف فوق الخل ان شاء الله. خل من هذا الطبيعي، انا عندي شوفوا خل تفاح وخل تمر طبيعي، راح اخليه فوقه اخوان. هذا الملح هو يحافظ لنا على الطرش، يخليه فتره طويله. لا تشوفون تقولون هواي ملح، لان هذا ملح خشن اخوان، راح يذوب. هسه راح يتكسر ويذوب، يعني شيء قليل خليه ثاني. تقريبا هو هذا البرميل ياخذ يعني 25 كيلو طرشيه او ازيد، يعني خليت له تقريبا نص كيلو ملح او 3/4 كيلو تقريبا يعني. اخوان، هذا الملح ما ياثر. ليش؟ لان عندنا جوا احنا خلينا شونذر وخلينا جزر. الشونذر حلو، الجزر حلو. عندنا الخل هم بي طعم تقريبا قريب للحلاوه، لين مو ذيك الحموضه القويه، خاصه الخل الطبيعي. انا جاي اسوي من عنده طرشي واسوي شغلات. بالنسبه للطرشي هذا الاصفر هنا انتهى، راح نخلي الخل ونخلي فوقها كيس لايلون اخوان. لازم تخلون فوقها كيس لايلون يحافظ على عدم دخول الهواء الى الطرشي ويخرب، حتى ما يخرب عندكم الطرشي. نخلي فوقها كيس لايلون ونخلي القابق حيل نضبه، ويطول عندكم هذا تقريبا شهر، شهر ونص، شهرين يطول، ما عليه شيء يعني، لا يخرب. لا، اهم شيء تلتزمون بالقواعد، اللايلون والملح الخشين والخل الطبيعي. ونكمل وياكم طريقة العنبة بالرارنج وننهي حلقتنا ان شاء الله. طبعا اختصارا للوقت، اني سويت شلنا العنبة هي والعصير مال النارنج، حميناهن على النار على مود اذا اكو مي، اذا اكو زفرة، اكو شيء تطلع من عندها. بنفس الوقت اخذت شوية من المخضر مال الطرش، اذا شفتوا اخذت قرنابيط ولهانة وراس شونذر على مود كسرة لون راح نسويه. راح ندير اخوان هذا بالنسبه طلعناه اللب مال الرارنج. اذا تشوفوا اللب مال الرارنج الشياف، يعني احنا نسميها هنا بالعراقي. هذا هم راح نضيفه ويا الخليط مالنا هذا المخضر مال كل الخضروات. راح نضيف يمكن نسوي. ليش؟ لان هي عنبه بالرارنج، يعني هسه هذا عندنا عصير رارنج وعنبه،
وهذا اللب مال الرارنج ما نذبه، ما نستغنى عنه اخوان. بس اكو فد شغله اكو فقره راح افيدكم بيها. بالنسبه اللي يريد يسوي كميه كبيره وحده ما يقدر، خليه يطلب مساعده. يعني الولد الصغار، البنات، الشابات، هذا الامهات يطلبوا من ولدهن مساعده. ليش؟ لان بالنسبه للعصير يعني ياخذ وقت وياخذ جهد هواي. فشو تسوون انتم؟ تعاونوا عليه. يعني الناس تفلس هذا، تطلع الاشياف، الليب، ناس تطلع البذور، ناس يعني تعاونوا بيناتكم. هسه ايش راح نسوي احنا؟ اول فقره راح نخبط الخضروات كلها سوا وندير عليها عنبه. اذا تلاحظون هاي العنبه عندي هنا بعدها حاره، اذا تشوفون دخان يطلع من عندها باعوا، وهي حاره راح اكبسها انا، بس شنو ما اغطيها، ما اغطي القبق، خليها لحد ما تبرد. اكو بقت مكون سري. المكون السري اخر شيء عندنا وهو الملح الخشن. راح نخلي ملح خشن خاشوقه فوقها. هسه راح نشوفكم اخوان. هاي الخطوه الاخيره، خلينا الملح هاي قدامكم، خاشوقه ملح خشن. وهسه راح نقوم ندير العنبه فوقها. اخوان انا ادري شوي الحلقه طالت عليكم، لان اني بالنسبه لي ما عندي احد يلزم لي التليفون نصور، يعني مجرد تليفون جاي اصور بيه. واذا عندكم سؤال، استفسار، اي شيء، انا اخوكم موجود هنا وبكم خير دليل. اخوان اكو متابعه من المتابعات سالتنا على تجميد العنبه، قالت ابو عبد الله انا عندي كميه هواي يصير اجمدها. عزيزتي اذا مخليت لها ملح خشن يصير تجمديها، واذا بيها ملح خشن، ولو هي حتى اذا ما بيها ملح خشن، هي العنبه مجرد هي نوع من انواع البهارات اخوان، ما عليها شيء. لكن كنت تحتفظين بها يعني حافظه، تغلقيها غلق محكم، يكون ما يدخل لها هواء اولا. ثانيا ما تتعرض للحراره، لان اذا طول بالحراره هواي تقطن العنبه، خاصه اجواء الصيف، اذا صارت الدنيا صيف تقطن عندك العنبه. وبالنسبه لهاي طريقتنا، شفتوا انتم هسه خلينا اللب مال الرارنج ما ذبيناه. ما تقدرون تستغنون عنه استغنوا اخوان. اللي عنده كميه هواي من العصير مال النارنج خليه يستخدمه، لا يستخدم اللب. بس انا اللب هنا لان يعني خليت يعني شو تقولون الثخن للعنبه، خليه الثخين نكهه كنكهه. وحاولوا ان ترسوها اللي فوق. هاي اي شيء عندكم تحاولون ترسوه اللي فوق. شوفوا هسه شلون ترست اللي فوق اخوان. هاي هسه راح اخليها تبرد، ومن تبرد نغلقها غلق محكم ونخليها شوف بالثلاجه، نخليها برا. هسه احنا شويه الجو عندنا بارد هنا بالعراق بعد ما جاي الحر. واتمنى ان تكون حلقتنا عجبتكم اخوان. الحلقه القادمه ان شاء الله راح نسوي شغلات جديده، يعني حلقه جديده منوعه. شوف احنا شي يطلبون من عندنا جماعتنا. واشوفكم على خير. لا تنسون الاشتراك والاعجاب بالقناه. تحياتي لكم.